أكيد كنا بننزل الشارع وبنشوف مناظر لا يعلمها إلا الله، مثل واحد بيصفر لبنت، بيمد إيده على البنت. فيا ترى شو سبب الموضوع هذا وليش بيصير هيك أصلا؟ طيب إيش رأيك أحكي لك وجهة نظري، بس خليها إيش بعد الإنترو كالعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا بصراحة مبسوط جدا على المشتركين اللي زادوا، أخيرا زاد عندنا مشتركين. بس هاي الحلقة بالذات أتمنى منكم تفاعل ومشاركة، لأنه الحلقة جدا مهمة. هلأ كنا بنحكي إنه بننزل الشارع وبتشوف المناظر هاي، يا ترى شو سببها من وجهة نظري المتواضعة؟ بما إني أنا كنت قبل الالتزام يعني بنزل كثير الشارع لأصحاب بالمرة مش ملتزمين، فكنت أشوف الأشياء هاي واستنتجت كثير أشياء منها. هلا أنا قاعد بقول لك على الصورة العامة، ما أريد أخلينا لو أنت شفت إشي مختلف يعني تكون شواذ. الشذوذ لا يبطل القاعدة العامة. لو إيش يا حضرة المنشد؟ بكل بساطة، لأن لما يكون في مسلسل رومانسي أو غير رومانسي معروض فيه، بيكون إيش؟ ممثلات متبرجات. أكيد مش واحد تمثل لك بالنقاب يعني. والمتبرج يا ريت بتكون واحدة محتشمة هيك بس شعر، يا ريت. بس لا، هي بتكون ايدين ورجلين وكتاف واشياء لا تذكر، يعني انا ما بصير احكيها اصلا، اسلامي يمنعني اني احكيها. وثاني اشي الاغاني. ليش الاغاني ومش الانشاد؟ ترى الاغاني ثم الاغاني، لانه في ناس راح تقعد تحكي لك انشاد وما انشادش. لانه بكل بساطة الاغاني تكون في واحدة بتهمس لك بصوت في تكسرات. احكي لي لا، اغلبهم و99 9 بالعشرة بيغنوا بتكسرات. ما في، بس انا شفت واحدة اللي ما إلها على التكسرات، مغنية ما إلها على التكسرات، ما بتتكسر وهي بتغني بس، وما مش راح احكي مني تمام. ويا ريت برضه اللي بتغني بتكون متحشمة، يا ريت برضه. بس شو بدنا نحكي؟ نروح للنقطة اللي بعدها أحسن، أو قبل ما نروح للنقطة اللي بعدها في عندي ملاحظة حاب أحكيها. ترى المنشدات اللي بيطلعوا بينشدوا، يعني أنا آسف بالرأي أحكي هذا أكثر إشي أنا بصراحة مزعوج إني راح أحكيه. في من المنشدات كثير بيعملوا فتنة، اللي بتطلع متزينة عليها بوجهها أو بتنشد بتكسرات أو هاي عاملة مشاكل. يا سيدي إني أنا ما لقيت حدا بتنشد بتكسرات، أنا ما لقيت بصراحة، لا أذكر، يعني ذاكرتي لا تعطيني إنه. بس في ناس بتطلع كثير بت يعني محط على وجهها أشياء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. والمشكلة إنهم بيقرأوا قرآن، المشكلة إنهم بيقرأوا قرآن، يعني الله المستعان. طيب نروح للنقطة الثالثة. ثالث نقطة وهي تأخر الزواج عند الشباب. كيف يعني؟ يعني عندنا مثلا بالأردن بدك قبل ما تتزوج بدك 15,000 20,000 دينار عشان تتزوج بس 20,000 دينار. تمام. وانت راتبك في الأردن عندنا 300 350 دينار، بيروحوا مصروف إلك، أجار بيت ويدوب كهرباء ومي وأكل، وهي راح. شو بدك تعمل؟ احكي لك شو بدك تعمل. بدك تروح أول إشي تجمع 50 50 50 كل شهر أقل إشي، وبدك تتداين وتاخذ لك قروض ربويه و لغايه ما يصير عمرك 30 35 سنه قبل ما تتزوج. واللي حظه يا هناء اللي بيتزوج عمره 27 سنه، هذا حظه وهناء. وهون في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن لم يستطع فعليه بالصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بس عندنا هون في يعني إشي مختلف. زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تشوف واحدة متبرجة ماشية في الشارع لابسة لك مش عارف شو وعسرة لبس. هذا راح يجرنا على النقطة الرابعة اللي راح نذكر فيها الحلقة هاي، وراح يعني خلينا نعمل الحلقة الجاي عن اللباس الشرعي. طيب النقطة الرابعة، البنت نفسها. لما تشوف بنت حاطة لك أحمر وأصفر وأخضر ورش عطر فواح وبتضحك وبتتغامز مع الشباب ولبسها ضيق، انت ممكن تحكي لي يا اللي اسمك رجل، يا اللي اسمك رجل، يا اللي اسمك رجل، وانا ما بعتقد في رجل عنده دين، او بلاش عنده دين، عنده رجولة. ما في رجل وهي اقسم بالله ما في رجل بيخلي بنته تعمل هيك او اخته تعمل هيك. اللي بيخليهم يعملوا هيك هذا مش رجل، والله ما هو رجل. وهذا توعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام أنا لا أشمل به الجميع، أشمل فيه أي نعم جميع اللي بيطلعوا زي هيك، بس لا أشمل به جميع البشر. أنت شو مستفيد لما تشوف أختك طالعة هيك تقول لك أوه أنت طالع هيك؟ أنت شو مستفيد؟ أنت بالعكس أكثر إنسان في التاريخ. كل اللي بيخلي أخته وبنته ومرته تطلع هيك هذا مش رجل. وما أعتقد حدا عنده اعتراض على الكلام اللي أنا حكيته. وهذا ما يستدعيني إني أحكي قصة أحد أصدقائي قال لي إياها، اللي حاليا هو ملتزم يعني. قال لي لما كنا نوقف بالشارع نشوف بنت، نبلش فيها معاكسات. هاي بنت المتبرجة لابسة بنطلون ضيق
مظهر مفاتيح جسمها وعطر وما عطرش، ماشية تضحك للرايح والجاي. وقال لي بلش مزدت عليها كلام أو بنمد إيدنا. قال لي البنت المنقبة أو المحجبة اللي عنها في الأرض ولبسها واسع، قال لي والله إحنا اللي كنا نحميها. قال لي والله إحنا كنا نحميها، نوصلها لباب بيتها، إحنا اللي اسمنا زعران، إحنا كنا نوصلها لباب بيتها. على فكرة كلها ظل مساكين. الشباب اللي أنتوا تشوفهم واقفين في الشارع بيرموا كلمة رايح والجاي، والله هذا أكثر إنسان مسكين. صاحبي هذا اللي بقول لكم عنه قال لي مرة في وحدة عملت مع اللي كنت واقف معاهم مشكلة بسببها. كيف؟ قال لي كانت ماشية أول مرة يبلشوا يزتوا كلامها واحدة منقب، كانوا مش صاحيين، كانوا في منهم مش صاحي. فأنا قال لي أنا اتطوشت معاهم وأخذت البنت ووصلها لبيتها. قال لي أنا اللي كان معروف عني ما في وحدة طفلت من تحت إيدي، أنا اللي حميتها بنفسي ووديتها لبيتها. طيب شو مو شروط النقاب أو شو شروط الحجاب الإسلامي أو اللباس الإسلامي بشكل عام؟ هذا راح نتعرف عليه في الفيديو الجاي إن شاء الله. استنوني. وزي ما قلت لكم لا تنسوا المشاركة، الإعجابات، التعليقات، ادعموا الفيديو هذا على قد ما بتقدروا. هذا هو الفيديو الجاي. كان معكم أخوكم عماد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.